كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. اليوم راح أسوي معاكم في هذا الفيديو زيت المشاط للشعر. راح نحتاج ملعقة كبيرة مطحونة من حبة البركة. نحتاج ملعقة كبيرة مطحونة من عشبة الرسة، وملعقة كبيرة مطحونة من الحلبة. نحتاج ملعقة كبيرة مطحونة من إكليل الجبل، واحتاج ملعقة كبيرة من عشبة الشتكاية مطحونة. يحتاج ملعقة كبيرة مطحونة من السدر. نحتاج 8 حبات من نواة التمر محموسة. نحتاج ملعقة كبيرة مطحونة محلى. نحتاج ملعقة كبيرة مطحونة كركديه، وملعقة كبيرة مطحونة قرنفل. نحتاج كوبين من زيت الخردل. نحتاج ملعقة صغيرة من زيت الكافور. نحتاج ملعقة صغيرة من زيت فيتامين إي. هنا بديت بحنس نواة التمر. هنا بديت بطحن الأعشاب اللي يبغى ذا طحن الأعشاب الحب. بعد ما نطحن جميع الأعشاب نضعها في البرطمان أو الحافظة. بالنسبة لعشبة الرثة، حابة أتكلم عن هذه العشبة. تستخدم فقط قشرتها ونطحنها، ونرمي العجوة أو النواة السوداء اللي انتوا شايفينها هذه اللي بداخلها. نستمر بطحن جميع الأعشاب ونضعها في الحافظة.
بالنسبة لنواة التمر ضروري تحمسونها زين علشان تنطحن معاكم، وبعد ما تبرد نطحنها. وهذا شكل الأعشاب بعد ما طحناها، والآن نضيف لها الزيوت. نضيف على الأعشاب كوبين زيت الخردل، إذا ما كان متوفر زيت الخروة أو زيت السمسم أو زيت جوز الهند. نضع ملعقة صغيرة من زيت الكافور. طبعا زيت الكافور يعطي نمو للشعر بشكل ملحوظ، طبعا بس ملعقة صغيرة. وكمان نضع ملعقة صغيرة من زيت فيتامين اي. طبعا حابة أتكلم إنه إذا خلطنا مجموعة زيوت مع بعض لازم نحط فيتامين اي أو نحط مانع التزنخ BHT عشان يحافظ على المنتج، يعني عشان ما يعطي، عشان يحافظ على المنتج إنه ما يعفن. نحفظ الزيت من أسبوع إلى بالكثير 40 يوم، ثم نصفيه ونستخدمه مدة ساعتين على الشعر. طبعا لازم نحرك الأعشاب من فترة لفترة علشان الأعشاب تتجانس مع الزيوت. طبعا المشاط راح يعطي لمعان ونعومة للشعر، ولو كان عندك قشرة أو فطريات راح يخلصك منها وينبت الشعر ويكثفه بشكل ملحوظ. وهذا كان فيديو لليوم، يا رب تستفيدون منه. وعلى فكرة تقدري تعتمدي عليه كمصدر رزق لك. الله يرزق الجميع يا رب. أشوفكم بفيديو جديد، مع السلامة.